كل واحد ياخد باله من نفسه وياخد باله من فلوسه، لان انت ممكن في اي لحظة تتفاجأ ان مفيش معاك اي فلوس، وان فلوسك كلها اختفت من على حساباتك او على الابليكيشن اللي انت بتستخدم عليها الفلوس او على المحافظ الالكترونية اللي انت حاطط عليها فلوسك. ممكن في لحظة تلاقي فلوسك مش موجود. ان زي ما البني ادم بيتطور وبيحاول ان هو يفهم ويحاكي الواقع، برضه الذكاء الاصطناعي والتكنولوجي بتتقدم وبتتحدث وبتطور من نفسها، وبرضه الحرامية بيتطوروا ويحدثوا من نفسهم ومن اساليبهم علشان برضه يبقوا سابقينك بخطوه ويعرفوا ازاي ينصبوا عليك ويسرقوك وياخدوا فلوسك. في الفيديو ده هقول لك على احدث الاساليب اللي بتحصل حاليا علشان يسرقوا بيها معلوماتك وتفاصيلك وبياناتك وفلوسك، واللي تعرض ليها ناس بالفعل حاليا واتخذت منهم كل بياناتهم وكل فلوسهم. اللي هتسمعه في الحلقه دي مش مجرد حدث عادي ولا قصه عابره، وانما هي قصه من اغرب القصص. الموضوع ده ليه فترة بيحصل معايا، وهو ان بتجيني رسائل على الواتس. الرسائل دي مفادها ومعناها او الملخص بتاعها انت هتبقى غني وهيبقى معاك فلوس كتير في خلال ايام، فالموضوع يطمعك ويلفت انتباهك. طبعا مع اختلاف الاساليب بتاعت الرسائل دي، يعني في رسائل ممكن تجي لك مثلا مفادها مبروك انت كسبت معانا، او ان احنا عايزينك تشتغل معانا وهنديك في الاسبوع 4000 دولار، او اي تفاصيل من التفاصيل دي، مع اختلاف الطرق والاساليب اللي بيبعتوا بيها الرسائل او اختلاف المواضيع. فطبعا انت تنجذب وتنبهر وياخدك الفضول ان انت تدخل في الموضوع ده وتشوف ايه قصته، فيدخلك بالفعل في الموضوع وممكن بالفعل يديك فلوس. المهم ان هو يستدرجك لغايه ما يوصلك ان انت تضغط على رابط او يوصلك كود وتبعت له الرقم بتاع الكود، وهنا تبقى انت وقعت فريسه وضحيه للموضوع. بالشفا كل بياناتك اتسربت، وكل الفلوس اللي موجوده معاك سواء على محافظ او حسابات بنكيه او تطبيقات كلها اتاخد. طبعا مع تكرار المواضيع دي وانتشارها وتحذيرات اصحاب الوقائع نفسهم، فالموضوع اتعرف فحبوا يعلوا بالليفل ويطوروا من نفسيهم. فطبعا انا الارقام دي كانت بتجيني وبتتواصل معايا بكثره، ومع كتر الارقام دي انا لو وريتكم قائمه البلوك عندي على الواتس هتستغربوا. يمكن اكتر من 15 رقم لغايه دلوقتي او 20 رقم بنفس الطريقه مع تغيير الاسلوب، كلها بلوكات مهما كانت المطامع والمغريات اللي بيعرضوها عليك. فبسبب ان هم انكشفوا والناس عرفت الطريقه دي والاسلوب ده، فحبوا يعلوا بالليفل بتاعه، خلوا الموضوع من خلال الموبايل مباشره. قال لك احنا ليه نبعت رسائل وناخد كود ونبعت روابط، احنا نخش على الموبايل على طول. هو يجيبوا ارقام عشوائيه ويتصلوا عليها مباشره. انت بمجرد ما بترد على الموبايل، بمجرد ما بتفتح، انت كده بياناتك كلها اتسربت، واللي بالتالي بيتم بيها سرقه كل فلوسك اللي على حساباتك. يمكن الموضوع ده حصل مع ناس كتير منكم الفترة اللي فاتت. تلاقي أرقام غريبة بترن عليك، تفتح علشان ترد عليها، ممكن تفضل تقول ألو لمدة دقيقة ولا دقيقة ونص وما تلاقيش حد بيرد عليك. برضو كالعادة الطريقة اتعرفت والناس عرفتها، فابتدوا يطوروا من نفسهم أكتر. ولكن المرة دي الموضوع مختلف تماما، بل مش كده وبس، الموضوع مرعب. لأنه لما بيتصل عليك مش عايزك ترد، لا ده هو بمجرد ما يجيب رقمك بس هيرن عليك، وحتى لو ما ردتش بياناتك كلها اتسربت له. يعني هو كل اللي محتاجه علشان خاطر ياخد بياناتك ويسرق فلوسك رقم موبايلك بس. بمجرد ما يجيب رقم موبايلك هيرن عليك، فلوسك كلها اتاخدت. طبعا هم ما بيجيبوش ارقام معينة بعينها، وانما هم بيطلبوا ارقام عشوائية، البيانات بتتسرب لهم. لو لقوا عندك اي فلوس او بيانات مهمة من خلال رقمك والمعلومات اللي وصلتهم بياخدوها. ولكن الطريقة دي بالاخص لغاية دلوقتي ما فيش متخصص او حد او مسؤول او جهة معينة طلعت اتكلمت عنها واكدتها او نفتها، لان الموضوع ده اتعرف من خلال قصة، مش من خلال معلومة وطلع حد قالها. وانما القصة دي حصلت مع واحدة بالليل حوالي الساعة 2 او 3 بالليل، وهي قاعدة كده في امان الله تتفاجأ ان تليفونها رن من الرقم ده رقم غريب. هي الرنة اللي رناها وفصل، بعدها على طول راح جاتها رسالة من البنك اللي هي بتتعامل معاه ان رصيدها صفر. طبعا هي اتفاجأت، هي قاعدة في البيت ما سحبتش اي فلوس، ازاي الرصيد بتاعي اتصفر كله، وازاي الرسالة دي وصلتني؟ فهي مش عارفة تعمل ايه. فالمفروض ان هي تتواصل مع البنك، طبعا الساعة 2 بالليل ما فيش اي تواصل مع البنك. فراحت اتواصلت مع واحد من صناع المحتوى على السوشيال ميديا وحكت له القصة وقالت له على الموضوع، بحيث ان هو لو يعرف يساعدها وفي نفس الوقت يطلع برضه يحذر الناس ويقول لهم. فطلع صانع المحتوى بالليل الساعة 2 بالليل او الساعة 2 ونص بالليل، وبالفعل عمل فيديو علشان يحذر فيه الناس. لكن فكره ان تحصل مكالمه والفلوس تتسحب فدي ما كانتش موجوده. الله اعلم هل هي فعلا دلوقتي موجوده ولا لا. كلمت كام حد، ففي ناس قالت لي ان الطريقه دي اصبحت موجوده دلوقتي، وان في يعني طرق جديده عن طريق ان انت مجرد ما ترد على التليفون بتنفع ان فلوسك تتسحب. وفي ناس قالوا لي لا. طب ايه صحة الموضوع ده من عدمه؟
الله اعلم. ولكن القصه حصلت وما نعرفش هل دي تقنيه جديده دلوقتي ابتدوا يستخدموها علشان خاطر يسرقوا بيها بياناتك، ولا الموضوع مش حقيقي. عموما الايام اللي جايه حيبان وحيتكشف اذا كان الموضوع ده بيحصل فعلا ولا لا. ولكن لغايه ما تبان حقيقه الموضوع ده انت حاول تاخذ حذرك وتاخذ احتياطاتك، ما تردش على اي ارقام غريبه، او حاول تشوف لك وسيله بانك تمنع بيها اي ارقام غريبه ترن عليك. ده بالنسبه للناس اللي معاملاتها اونلاين تعاملوا بيها من خلال التطبيقات او فلوسهم موجوده على الحسابات البنكيه او معاملاتهم عامه من خلال التكنولوجي. طب بالنسبه على ارض الواقع ما لهمش اي تعاملات بنكيه او اي تعاملات اونلاين، هل دول محميين؟ اكيد طبعا لا. مش هينسوا الفئه دي من الناس، راحوا اكتشفوا لهم حاجه، الحاجه دي غريبه فعلا جدا، ان هو مجرد جهاز، والجهاز ده شكله لما تبص عليه جهاز صغير قد كده. انا متهيألي لو لقيته واقع في الشارع ما توطيش عليه وتاخده، تحس ان هو لعبه من لعب الاطفال مش جهاز. ولكن اللي بيقدر يعمله الجهاز ده اخطر مما عقلك او تفكيرك يقدر يصور لك. كثير في فيديوهات انتشرت لهذا الجهاز، فيديوهات لناس بتسرق سيارات وبتسرق فلوس من كروت بنك. هل هي لهي الدرجه خطيره؟ كل حاجه بنتعامل فيها من خلال التكنولوجيا هي عباره عن ترددات وذبذبات. ترددات والذبذبات دي موجوده مثلا في جهاز زي جهاز الريموت، لما بتيجي تقلب بيه الشاشه او التلفزيون بتطلع ترددات او ذبذبات هي اللي بتخلي الاشاره توصل. نفس القصه في الموبايل، نفس القصه كروت الفيزا اللي احنا بنسحب بيها من مكنه الاي تي ام، وهكذا قيس على نفس المبدا ده. الجهاز ده بقى مهمته ايه؟ مهمته ان هو يحتجز الترددات دي وياخدها ويسرق من خلالها البيانات اللي موجوده على الجهاز ده. الجهاز ده بيتحدث من خلال ان هو بيتعمل له سوفت وير وبينزل عليه تحديثات جديده. فكانوا عاملين تحديث قديم، التحديث القديم ده كان بيخترق حاجات معينه، فنزلوا له تحديث جديد بقت الامكانيات بتاعته اعلى فبقى يسرق حاجات اعلى. السيستم الطبيعي تاعه ما بيستخدم كل الخاصيات، في ناس تانيين عملوا سيستم جديد، سوفت وير جديد عشان يطلق العنان لقوه الفليبر زيرو. زي ما قلنا مثلا كروت الاي تي ام والبيانات المشفره بتاعتك. ففي واحد من صناع المحتوى جاب الجهاز ده بالفعل وحب يختبر ويعمل عليه اختبارات على ارض الواقع ويشوف هل الجهاز ده هيقدر يخترق الحاجات دي ولا لا. الجهاز ده عباره عن جهاز صغير زي ما قلنا كده، ممكن تبقى ماسكه في ايدك وانت ماشي تقربه بس من جيب الشخص اللي انت عايز تسرق بياناته، بمجرد ما يلقط الاشاره بتاعت الفيزا كارت بتاعته اتسرقت البيانات. بمرر هاي هون زبط، تو مش بس اعطاني رقم الكرت وتاريخ انتهاء واعطاني العمله واعطاني كم تجربه بن ضايله عشان يسكر الكرت. تخيل تكون ماشي في الشارع ويجي الحرامي يعمل هيك. طيب بس كل معلومات كرتك عندي اقسم بالله. تروح انت تحط الجهاز ده على مكنه الاي تي ام مثلا او كذا، البيانات كلها تظهر، انت كده خدت كل بياناته وممكن تاخد كل فلوس. يقدر يفتح سنتر لوك العربيات بمجرد ما سرقت البيانات، تحط الجهاز على باب العربيه تفتح العربيه. المهم ان الجهاز ده له امكانيات كتير جدا وبيقدر يعمل حاجات كتير جدا. المفيد في الموضوع ايه؟ ان انت تخلي بالك من كل حاجه، تخلي بالك من بياناتك، تخلي بالك حساباتك، تخلي بالك من نفسك، تخلي بالك من اي حاجه حواليك، لان التقدم التكنولوجي اللي احنا داخلين عليه او اللي احنا فيه اصبح فعلا يخوف. ما تعتقدش انك مهما وصلت من معرفه انك بقيت تعرف كل حاجه وانك بقيت محمي بنسبه 100%. لازم تبقى عارف ان من الناحيه الثانيه في ناس مهمتها انها تعرف اكتر منك. يعني زي مثلا الناس اللي بتعمل ايميلات وهميه على السوشيال ميديا وبتدخل تعمل بيها حاجات كتير، زي مثلا انها تدخل تشتم في التعليقات او تدخل تعمل بيها اي حاجه. هو في اعتقاده ان هو عشان عامل ايميل وهمي او حساب وهمي محدش هيعرف يوصل له ومحدش هيعرف هو مين. ولكن المسكين ما يعرفش ان هو ممكن يتجاب ويتعرف مهما كان محصن نفسه من الحساب اللي هو عامله ده. اغلبكم يسمع عن اليوتيوبر الكبير اللي اسمه ابو فله. ابو فله ده حصل معاه نفس الموقف اللي احنا بنحكي فيه ده. دخل واحد في التعليقات شتمه شتايم فظيعه جدا، طبعا هو بيتابعه ملايين من المتابعين، فاللي دخل شتمه ده هو مش متوقع ان من وسط الملايين دي كلها مش معقول ابو فله هيشوف تعليقي انا بالذات. ولكن بسبب قباحه الالفاظ اللي تكلمها الشخص ده في التعليقات بتاعته والشتايم اللي شتمها عليه وعلى والدته ووالده، فابو فله لاحظ التعليق مثل ما مكتوب بعنوان المقطع: متابع سب امي الله يحفظ امي. طبعا برضه لانه هو كان عامل حساب وهمي داخل من خلاله بيشتم ابو فله، وكان معتقد ان ابو فله مستحيل هيعرف الشخص ده مين. فابو فله خد الايميل بتاعه ووداه لحد متخصص، والحد المتخصص ده عرف الشخص ده مين وعرف هو ساكن فين وعرف كل التفاصيل بتاعته. بالفعل ابو فله يجهز شنطته ويحجز تذكرته وياخد بعضه ويسافر على بيت الشخص ده ويروح عند باب بيته ويخبط. قابل ابو الشخص ده. ابو الشخص ده يطلع عنده ابنين، ابن محترم والابن اللي شتم ابو فله. المهم جابهم وقابلهم وقعد معاهم، والواد خد اللي فيه النصيب. وابو فله الراجل اعتذر له وخلى ابنه يعتذر له والموضوع خلص وخد بعضه ابو فله ومشي. ابو فله كل اللي عمله ده ما هو الا عباره عن درس بيديه للمتابعين وبيديه للشخص اللي شتمه. ولكن ابو فله كان قادر ان هو يروح يعمل فيه محضر وكان ممكن يحبسه ويمرمط ويبهدله، ولكن زي ما قلنا هو حب يدي درس للمتابعين اللي عنده وحب يدي درس
للشخص اللي شتم. لكن الهدف من القصة ايه؟ الهدف من القصة ان برضه بسبب التطور والتكنولوجيا قدر ابو فلة يعرف الشخص اللي هو فاكر انه هو متخفي من ابو فلة. ما تفتكرش ان انت عشان قاعد ورا شاشة تكتب اللي انت عايزه وتعمل اللي انت عايزه ومحدش هيعرف يجيبك، لان زي ما انت فاكر نفسك ناصح، ثق وتأكد ان في العالم موجود اللي انصح منك. ربنا يحفظكم وخلوا بالكم من نفسيكم، وحاولوا تنشروا الفيديو ده وتشاركوه لكل الناس، لانه فيديو توعوي اكتر من انه قصة. فاتمنى ان يكون الفيديو مفيد لحضراتكم، وتحياتي ليكم.